يا مساء الخير عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات للفيديو ده. النهارده هنعمل مع بعض السينابول. يمكن السينابول من العجائن او مع خبزات او الحاجات الحلوه اللي يعني تشوفيها تحسي ان هي معقده شويه من كتر المكونات بتاعتها، بس خلينا النهارده نعملها بطريقه مبسطه، مكونات بمقادير حبه قليله قوي علشان نقدر نشتغل فيها وعلشان ما نبذلش مجهود فيها كتير. يلا حطي اللايك بتاعك واعملي كومنت محفز وحطي الشير او اعملي الشير، ويلا تعالي هاتي المقادير بتاعتك ونبدا مع بعض واحده بواحده كده. في البدايه هقول لك بقى المقادير بكل التفاصيل. معايا 3 كوبايات دقيق، وكوبايه ميه واحده دافيه، معلقتين من لبن البودره، ومعلقتين من الكريم شانتيه، معلقتين من السكر، نص معلقه خميره، معلقه كبيره زبده بدرجه حراره الغرفه، بيضايه واحده، وفانيليا، ونص معلقه من البيكنج باودر. سهله اهو، اتنينات المعالق. هبتدي اعمل حاجه. اول حاجه بنعملها ان احنا ننخل الدقيق. اي حاجه بشتغل فيها انا عن نفسي بحب انخل الدقيق امانا ان احنا في الصيف، فممكن تلاقي فيه حاجه مش كده ولا كده، في نفس الوقت بيخش له طراوه وتهويه كويس جدا، فما تحسيش ان هو مكتوم. تمام. هنزل بكل المكونات الجافه على بعضها، يعني الخميره واللبن وكريم شانتيه وطبعا الدقيق، كله وقلب. تمام. بعد كده نص معلقه صغيره، مش معلقه كبيره، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، لان احنا حاطين خميره، فخلي بالك علشان ما ينفش منك زياده عن اللزوم. هبتدي اجيب البيضه بتاعتي، وانا بحب استخدم الفانيليا السايله على البيضايه، مش فانيليا باودر. يا طما هعجن بيها، بس لو انا هستخدمها بره يعني زي الكيكه او كده بحط عادي فانيليا باودر عادي او فانيليا سايله، مش فارقه. بس يا طما هعمل جوه العجين، فانا بفضل الفانيليا السايله. تمام كده. هنزل بيهم وعلى معلقه الخل على البيضايه عشان اتاكد ان ما فيهاش زفاره خالص، وابتدي انزلها على الدقيق، وهبتدي اعجن بكوبايه ميه فتره مش سخنه، يعني يا دوبك ايديا مستحملاها علشان الخميره عندي ما تموتش. نزلت بكميه الكوبايه كلها، لان 3 كوبايات دقيق ونص اخدوا معايا كميه الميه، كوبايه الميه دي كلها. تقدري انت لو مش متاكده من كميه الدقيق اللي عندك او نوعه تقدري حبه بحبه لغايه لما تلم منك. هفضل اعجن فيها، احس ان هي يعني فيها سوائل كتير، لا انا بفضل اعجن لغايه لما تشرب كلها السوائل اللي عندي وتطرى. اهم حاجه في السينابول العجينه بتاعتها تكون هشه وطريه. اهي بصوا العجينه ابتدت تسيب البوله ونضفت كده زي ما انتم شايفين. ابتدي انا اقوم حاطه معلقه الزبده اللي عندي، وتكون بدرجه حراره الغرفه يعني ناعمه. شايفين سايحه قد ايه في ايدي؟ مش بس يعني مش بفكها في الميكرويف، لا انا بسيبها تطلع بره وهي بتكون بدرجه حراره الغرفه. تمام، مش بسيحها. هتلاقي بقى ان العجينه ابتدت تاني تبقى مبلوله، او ان هي تبقى فيها كميه سوائل. هفضل اعجن فيها لغايه لما تتلم زي الاول تاني. هي مشكلتها شويه ان هي محتاجه عجن، عارفه لو انت عندك عجان الموضوع هيبقى سهل جدا. هبتدي بقى نعمل الصوص الابيض اللي بنحطه على الوش، ده بيبقى طعمه لذيذ جدا وتحفه بجد. يعني هبتدي احط نص كوبايه من اللبن البودر، نص كوبايه من السكر البودر، 2 معلقه كريم شانتيه، 2 معلقه من الجبنه الكريمي اي نوع تفضليه، رشه فانيليا، نص معلقه من الزبده صغيره خالص، وربع كوبايه ميه او معلقتين ميه. هحط كل الكلام ده كله على بعضه ما عدا المعلقتين الجبنه الكريمي. تقدري تستبدليها ب2 مكعب نستو، بمعلقتين كيري سايبه، اي جبنه سهله الفرد، يعني ما تغلبيش نفسك اللي موجود. هحط معلقتين الميه وابتدي ادوب لغايه لما كل الكميه اللي عندي او كل الحاجه البودر اللي عندي تدوب. هنا بس الزبده اللي لسه هتاخد وقت شويه في الذوبان، لان انا ما كنتش طلعتها من التلاجة بدري، يعني هي مش بدرجه حراره الغرفه يعني قصدي. تمام، فهي شويه هتاخد وقت، بس المعلقتين اصلا معلقتين الميه دول دافيين، فهي هتفك لوحدها. نزلت بقى من معلقتين الكريمي اللي انتوا شايفينهم، بس معلقتين، وهبتدي يعني اضرب كويس جدا عشان اتاكد ان كل الحاجات البودر دي، السكر والكريم شانتيه وكل الكلام ده داب كويس جدا. هدخلها في التلاجة واسيبها تريح خالص. هبتدي بقى اشتغل في العجينه. هقسمها نصين، يا ريت تقسميها نصين عشان تبقى سهله معاكي في العمايل. وبعد كده هبتدي اسويها بحيث ان هي تبقى واخده شكل مستطيل او مربع، علشان تبقى الفرد بتاعها او اللف بتاعها
يكون مظبوط. هقطع من الجوانب كده الحتت الزياده، عملت بيها مربع او مستطيل زي ما انت ما شايفه. المهم ان انا افردها لغايه مثلا تبقى السمك بتاعها يعني 1 سنتي تقريبا كده. تمام. معرفش الكاميرا اللي هي عماله بتقرب وبتبعد كده، بس ظبطت اهي الحمد لله. معلقتين بقى زبده بدرجه حراره الغرفه، يكونوا بصوا ناعمين ازاي، وتفرد معايا بكل سهوله عشان ما تقطعش مني العجين. طبعا السينابون معروف ان هو قرفه، بس احنا ما بنحبش طعم القرفه. فقمت انا عامله ايه، جايبه معلقتين سكر وجايبه كيس كاكاو اللي هو الكوكيز دوت، او دريم او كورونا، تقدري تستخدمي النوع اللي انت بتحبيه يعني. وحطيت عليهم السكر، وبعد كده رشيته كانه قرفه، اداني طعم الكاكاو المحلى. كان حلو. انا بصراحه يعني في كل اللي في البيت ما بيحبوش القرفه، بس هو المفروض ان انت تحطي معلقتين سكر بني معلقه معلقتين قرفه، هو ده اللي يبقى الحشو بتاعك. بس احنا ما بنحبش طعم القرفه، مش هناكل سينابون، لا هناكل سينابون. حطيت بدلها الكاكاو المحلى. لو عجبتك الفكره او انت ما بتحبيش القرفه زيي، ممكن تجربيها. طبعا لو انت بتحبي القرفه يبقى هتحطي قرفه وسكر. لفيت بالراحه كده بطريقه محكمه، علشان الناس اللي بتقول ان السينابون بيفك، ابتديت ادبسه في الاخر من ورا كده في العجينه علشان ما يفكش مني بعد ما يختمر. جبت طاسه بقى، جبت صينيه بقى ودهنتها بزبده، وابتديت ارصص فيها القطع المتساويه. يعني الحته دي يعتبر من السينابون الكبير، والحتت الصغيره اللي على اليمين دول انا بعمل بيهم فتة سينابون، بتبقى جميله جدا. تقدري تعملي المقاس اللي يريحك طبعا يعني، بس خلي كل واحده بعيده عن التانية علشان لما تخمر زي ما انت ما شايفه كده تاخد مساحتها. طلعت بقى الخليط بتاعنا من التلاجة اثناء ما السينابون في الفرن على درجه حراره 180، قعد يا دوبك 20 دقيقه وطلع. ضربتهم بقى، هو خلاص كان ساقع كويس جدا. فطبعا الكريم شانتيه لما هيتضرب بقى في اللبن الساقع دي، خلاص بص بقى عامل القوام ازاي وتقل ازاي. كنتوا فاكرين ان احنا هنقدمه الاول كده، لا احنا طبعا حطيناه في التلاجة علشان يبدا يسقع، وبعد كده ضربناه بالمضرب زي كانه كريم شانتيه. ده شكل السينابون لما طلع مني، ده عجينه لما طلع من الفرن. انا بحب احط الخليط على الكميه اللي هتتاكل بس. بمعنى انا بقدر اشيل السينابون وهو معمول بالطريقه دي في علبه في الفريزر، ولما اطلعه احط عليه الخلطه بتاعتها واسخنها في الميكرويف، وبتبقى كانها لسه طالعه حالا. بجد رهيب بقى يعني في الحته دي بقى رهيب. يعني تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها مره واحده، حطيهم في الفريزر من غير ما تحطي عليهم الكريمه او الصوص الابيض بتاعها، ولما يطلع تعوزي في اي وقت طلعي قطعه واحده، حطي عليها الصوص بتاعك، دخليه في الميكرويف، وهيبقى تحفه تحفه تحفه. هنا بقى يعني حطيت على الوش عارفين التوفي او صوص الكراميل، بس للجناش او علشان يدي طعم صوصات حلوه. بس انا ما حبيتش ان هو يغير طعم الكريمه البيضه نفسها، عشان يبقى طعم الجبنه مشبعه فيها وباينه دسمتها و مديه الطعم الاساسي بتاع السينابون، عشان ما تغيرش طعمها. تمام. وبعد كده جبت شوكولاته وسيحتها وحطيتها في كيس، وعملت بيها الديكور ده. كل ما كان الصوص بتاع السينابون كتير، كل ما كان مدي شكل روعه. لو انت ما بتحبيش طبعا نبقى استكفي خالص بالصوص الابيض. لو عجبك الفيديو وحسيتي ان هو سهل، ما تنسيش تحطي اللايك والشير وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عايزه اشوف كومنتاتكم جميله لو عجبتكم السينابون والطريقه بتاعتي طلعت سهله. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.